الفيديو تصريح خطير من وليد الركراكي في أول ظهور له بعد تعادل المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ويصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق معي بأن المنتخب المغربي أفضل منتخب في إفريقيا، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. انتهت مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية بالتعادل في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السادسة في كأس إفريقيا في الكوت ديفوار 2023. وافتتح أشرف حكيمي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة، ثم أدرك المنتخب الكونغو الديمقراطي التعادل في الدقيقة 76 بعد إهدارهم لركلة جزاء، ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط، فيما يمتلك المنتخب الكونغولي نقطة. وقد صرح وليد الركراكي لقناة الرياضية المغربية بعد انتهاء المباراة بتصريح خطير، وقال: المباراة لم تكن سهلة أمام الكونغو، وأشكر جميع اللاعبين على القتالية، وقد حصلنا على بعض الفرص في الشوط الأول ولكننا لم نستغلها للفوز بالمباراة، مما جعل المنتخب الكونغولي يعود في النتيجة، خاصة أننا تراجعنا في الشوط الثاني بسبب الرطوبة العالية التي أثرت على أداء اللاعبين. وأضاف: هذه المباراة اختبار مهم لنا من أجل معرفة أن المواجهات لن تكون سهلة إفريقيا، وسنتعلم كثيرا منها لإصلاح كل الأخطاء مستقبلا. والآن علينا التركيز لتجاوز هذا الدور، وأشكر جميع اللاعبين على الأداء القتالي.